أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروى صالح. قصتنا عن شاب عاش حياة الرفاهية، أصبح أحد الأبطال في الإسلام ورمزاً للتضحية. إنه الصحابي مصعب بن عمير، أول سفير للإسلام. كان مصعب بن عمير من أبناء مكة الأثرياء، يعيش في بيت منعم، عرف عنه وسامته وجماله وتعطره بأجمل العطور، وأطلق عليه أعطر أهل مكة. وأم مصعب هي خناس بنت مالك، وكانت امرأة ثرية ذات جاه. كان مصعب من أوائل شباب مكة دخولا في دين الله، وكتم إسلامه مدة من الزمن، لكن رآه عثمان بن طلحة يصلي فأخبر أمه وأهله فعذبوه حتى يرجع عن دين الله، لكنه استطاع الهرب منهم وهاجر إلى الحبشة. وعند عودته مع المسلمين إلى مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع الأنصار الذين جاءوا ليبايعوه بيعة العقبة الأولى، وأصبح أول سفير للإسلام. وكان مصعب بن عمير أول المهاجرين إلى المدينة، وروي أنه أول من صلى بها الجمعة بالناس، وجذب أسلوبه اللين وحسنه أهل المدينة، فدخلوا أفواجا في دين الله على يده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصعب بن عمير: ما رأيت بمكة أحسن لما ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وقال عنه سعد بن أبي وقاص: كان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجوده حلة مع أبويه، ثم لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا، حتى لقد رأيت جلده يسقط كما يسقط جلد الحية. استشهد يوم أحد في 3 هجرية وعمره 40 سنة. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مصعب بن عمير وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم ألقى في أسى نظرة على بردته التي كفن بها وقال: لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. انتظروني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروى صالح.